السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا كتشوفوا هذا الفيديو بخير وعلى خير. مرحبا بكم في ما غاديش نقولوا اول فيديو ليا في هذه القناه، حيت راني ديجا كنت كنحط فيديوهات ومسحتهم وبغيت نعاود من الاول نحط فيديوهات جدادين. هذوك مسحتهم، دابا غادي نعاود نحط فيديوهات من الاول. المهم كنهضر بشويه وكنصور في الكوزينه حيت ولدي ناعس في البيت، وكنحاول نهضر بشويه باش يخليني نكمل هذا الفيديو هذا. مهم اليوم جيت نهضر لكم على ليكسبيريونس ديالي في الحماله وفي الولاده، كيفاش دازت الحماله ديالي، كيفاش تجاوزتها، النصائح اللي نقدر نعطيكم من خلال ليكسبيريونس اللي دوزت، وكذلك فاش ولدت اشنو. مهم بزاف ديال الحوايج بغيت نعاودهم لكم، بغيت نخوي عليكم قلبي، وان شاء الله تشجعوني وتخليو لي لايك ولا كومونتير باش نكمل ونشارك معكم اي حاجه زوينه دوزتها. ومهم نعطيكم الاكسبيريونس اللي دوزت ونعطيكم نصائح. ما عليناش، غادي يكون هذا الفيديو فيه دو بارتي. البارت الاولى غتكون هي هذه، والبارت الثانيه غتكون هي اللي غنحط من مور هذا الفيديو هذا، باش هكا ما يجيش فيديو طويل بزاف. اول حاجه غادي نبداو بها هي نهار عرفت راسي حامله، كيفاش كان زعما لي سونتيمون باش حسيت. مهم كانوا بزاف ديال الحوايج صراحه زوينين. المهم انا حملت من مورا عام ديال الزواج، وجا سبحان الله داكشي. مهم هكاك ما كنتش عواله. وحاجه اخرى انني ولد زعما عرفت راسي حامله نهار عيد زواجي، يعني في داك فاش قرب عيد زواجي عرفت راسي حامله تقريبا شي 3 ايام قبل. وكانت الصدمه صراحه حيت ما كنتش عواله نهائيا، وكان هذاك هو الكادو ديالي لراجلي. نهار عيد زواجنا عطيته كادو اللي هو الحماله ديالي، وكنت خديت ليه هاد البانطوفه هادي، كنت خديت ليه هاد الصبيبات ولا بانطوفه ولا ما عرفت سميتو. كان كادو ليا مني زعما انا، اللي هو بانني انا حامله. درتها ليه في واحد البوكس وكتبت ليه هذا، ودرت ليه واحد درت ليه الداس ديالي، وقلت ليه انا راني حامله وانت غادي تقول لي بابا. صراحه فرح بزاف وعجبو الحال. مهم هكا كيفاش قلت ليه بانني انا حامله، وصراحه فرحنا بزاف وما كناش عوالين، حيت انا ما كنتش عواله زعما نولد دغيا. كنت باغا نجلس زعما واحد العامين اولا 3 سنين مورا الزواج عاد نولد. مي ربي هو اللي كيبغي ماشي حنايا. يعني من مورا عام ديال الزواج عرفت راسي حامل. مورا ما كتعرفي راسك حامله كتجي مرحله ديال الوحم. صراحه انا وحمي جا قاصح بزاف، صراحه ما نخلعكمش، ولكن الوحم ديالي جاني قاصح بزاف لواحد الدرجه ما تخيلوهاش. حيتاش مهم انا ما كنتش كنفيق نهائيا، ما كنتش كنهز راسي على المخده، غير ناعسه وحدايا واحد البانيو وكنت تقيا حاشاكم. هذا هو وحمي 4 شهور تقريبا اونس كامله، وانا غير نعاس تقيا ما كناكل ما كنشرب ما كندير حتى شي حاجه. عايشه غير بالماء، وعايشه بالعصير، وعايشه بشلاضه هكا خفيفه. هادشي اللي كنت كناكل، وخلصت الدواء ديالي وواحد الفيتامين راني مشاركه معكم في تيك توك. صراحه زوين بزاف، فيه بزاف ديال لي فيتامين. انا راني حاطه لكم في تيك توك، هذا هو تيك توك ديالي، اللي بغى يدخل يشوف لي فيديو اللي كنحط. وديجا انا هادشي كامل اللي دابا نهضر لكم عليه راني مبارطاجيه في تيك توك ديالي، نهار ولات نهار الحماله ديالي. مهم بزاف ديال لي تخكم كاينين تما، وحتى على فين ولات والطبيبه مع ولات. مهم كلشي غادي نهضر عليه. كما قلت لكم انا داز وحمي قاصح لواحد الدرجه ما تخيلوهاش. ما كنتش كاع كنفيق. وصراحه الوحم ابار هذوك الدواء اللي كتشربي زعما باش ما تبقايش تخياي او داكشي، راه ما عنده حتى شي دواء، ما عنده حتى شي دواء. سبحان الله هكاك ضروري اي مراه حامله كدوز الوحم على حساب كيفاش جا. كاين اللي كيكون جاها ساهل، كاين اللي كيكون جاها صعيب. مهم انا من لي مامون اللي جاني الوحم قاصح بلا قياس. مهم نصيحتي ليكم فاش يجيكم زعما باش تدوزوا هذاك اللحم ساهل، حاولوا انكم ما تبقاوش جالسين غير في الدار، حاولوا انكم تخرجوا، حاولوا انكم تسافروا. انا فاش تقريبا حسيت براسي شويه مزيان وشافني راجلي بديت كنخرج شويه، بديت كنتنفس، حيت انا كما قلت لكم راه الحمي كامل دوزتو غير ناعس، راه ما كندير حتى شي حاجه، ما كندير والو، كنوض كندوش بالماء بارد، وكان كيجيني الموت ديال الصهد، كنبغي نطرطق بالصهد واخا ما كانش شي صهد نيت، ولكن انا كنت عاشره ما كنتش كنقدر نستحمل داك الصهد. كنت كنمشي وكنطلق عليا الماء بارد وكنجلس تحت داك الماء بارد وكنخرج يوفا نحس بالصهد عاوتاني ندخل هكا دوزت.
كما قلت لكم منين حسيت براسي شويه لاباس شويه بديت كنتحرك كنخرج شويه، هذا حيت انا راه دوزت كما قلت لكم وحمي كامل غير نعاس. سافرنا شويه داني راجلي سافرت، والله حتى حسيت براسي مزيان. عرفتي راه نسيت داك الوحم وما بقيتش كنتقيه. انا راه كنت بحال دابا غير الا خرجت لبرا ورجعت اون فوا ندخل للدار كنتقي، كنشم الريحه كشي ريحه ما عجبتنيش نتقيه. مثلا مشيت غير هكا ندخل شي محل مثلا ونشم شي ريحه ما عجبتنيش نتقيه اي ريحه كيما بغات تكون، واخا تكون حتى ريحه زوينه، واخا غير ريحه ديال شي بارفان ما عجبنيش نتقيه. سبحان الله، ما سبحان الله الوحم هكا داير. عرفتي كانوا كيقولوها ليا قبل ما نحمل، كانوا كيقولوا لي الوحم كيفاش وكيفاش كتجيني في شي شكل، ولكن ملي جربت راه سبحان الله. وبلا ما نقول لكم شنو كيجيك على راجلك تجيك ريحته ماشي هو هذاك. مهم هذاك الشيء حاجه اخرى. مهم حاولوا فاش يجيكم الوحم شويه زعما يجيكم الحال صعيب وداك الشيء، حاولوا انكم تخرجوا وتمشيو، سيروا للبلايص اللي نتوما كترتاحوا ليهم، وديروا شي اكتيفيتي كترتاحوا ليها، سيروا عند شي عائله اللي كترتاحوا عندها، ماشي شي عائله توكسيك اللي غادي تفقدكم وغادي تعصبكم، اولا غادي تشوفوا شي حاجه اللي ما غاديش تعجبكم. حيتاش هذيك البيريود اللي كتكونوا فيها نتوما حاملات اولا نفسات راه كتكون تري سونسيبل، يعني خصكم دوزوها فشوش ودوزوها راحه ودوزوها بخير، ما تعصبوا ما تفقسوا ما حتى شي حاجه، حيت داكشي راه كيرجع لكم من بعد. مهم هذا الشيء اللي كاين في هذه الفتره ديال الوحم كامله. عاودت لكم كيفاش دازت عليا، والنصيحه اللي نقدر نعطيكم من خلال الاكسبيريونس ديالي في الوحم هو انه حاولوا زعما تغلبوا على داك الشيء اللي كيجيكم بحال دابا. حاولوا ما تنعسوش، خرجوا، اغلبيه خرجوا، طوروا، سيروا كلوا في الزنقه. فهمتي، حاولوا تغيروا الجو، ما تبقاوش غير ناعسين. انا راه دوزت كلها غير نعاس، والله حتى منين سافرت وخرجت تقريبا دوزت شي 10 ايام وقالوا 15 يوم في الشمال، والله حتى حسيت بواحد الجو زوين بزاف وتبدل لي المورال وكل شيء، حسيت بالراحه. ولكن في هذيك 4 شهور ونص راه كنت دوزت غير نعاس غير تقيا، ما كندير حتى شي حاجه ما كندير. راجلي كيطيب، راجلي كيدير كل شيء، وصراحه مهم غادي ندوزو الحمد لله فاش كيكون شي واحد معك، زعما اللي كيوقف معك يا والدين يا راجلك يا هذا، صراحه والله حتى نعمه كبيره ملي كيكون معك شي واحد في هذيك البيريود. مهم كما قلت لكم حاولوا انكم دوزوا نفاسكم بخير وعلى خير، وتبعدوا على الناس اللي توكسيك، الناس اللي ما يستاهلوش يكونوا في حياتكم، بعدوا عليهم، حيتاش ديك البيريود والله حتى كتكون تري سونسيبل، واي حاجه وقعت لك غير صغيره راه كتاثر فيك وكتبقى ديما كتفكريها وما عمرك ما كتنسيها. سبحان الله في الوحم والنفاس، سبحان الله داكشي تيكون في شي شكل زعما ما كتنسي اي حاجه، واخا زوينه الخيبه راه ما كتنسيهاش. مهم انا صراحه راجلي وقف معايا بزاف، الله يخليه ليا، وكنشكرو بزاف على داكشي اللي دار معايا في الوحم ديالي. صراحه كان كيطيب ليا هكا، الا تشهيت شي حاجه كان كيدير ليا اكثريه لي صالات كنت هما اللي كناكل، هما باش كنت واقفه، والعواصر. وإلا تشهيت هكا شي حاجه كيما ما كانت، واخا ما كيعرفش ليها كينوض وكيقلب عليها في يوتيوب ويجبدها ويصاوبها. كان نافعني صراحه، ما كنت كندير حتى شي حاجه. تخيلوا راه ما كندير والو نهار كامل وانا غير ناعسه، الا قديت ناكل غناكل، ما قديتش المهم متقيه. ومهم صراحه الله يخليه ليا، والله يخلي لكم رجالاتكم، والله يخلي لكم والديكم. انا صراحه مهم بلا ما نكثر هضره في هذا الموضوع، هادشي اللي كاين. ندوزو دابا المرحله اللي من مورا الوحم. مهم دوزت داك الوحم، واخا داز صعيب وداكشي، المهم داز كلشي الحمد لله كيفوت. وصلت ل5 شهور 6 شهور وهو يجي الاكتئاب ديال الولاده. داز الوحم وهو يجيني الاكتئاب. اختي سبحان الله، راه الوحم راه زعما الحماله صعيبه بزاف. جاني اكتئاب ديال الولاده فاش كانت عندي 6 شهور تقريبا، 6 شهور ونص، جاني واحد الاكتئاب خطير. تخيلوا كنت في هاد الكوزينه هادي الا تهضر، كنت كنجي وكنجلس وكنبقى نبكي مالي ما نعرف مالي اشنو خصني حتى شي حاجه، غير كنبكي. كيجي راجلي كيحاول يسكتني، كيقلب لي المورال، كيخرجني لبرا، كنخرجوا نمشيو شي بلاصه ولا نديرو شي حاجه ولا ناكلو في الزنقه. المهم كيحاول ما امكن ما يخلينيش بوحديتي، حيت بصح جاني واحد الاكتئاب اللي خايب. غير كنبكي مالي ما نعرف، غير كنبكي ومعصبه وما عجبني حال ومفقوصه
وانا وراكم عارفين راه في ديك البيريود ديال لا غوسيس راه ما خصك لا تعصبي لا حتى شي حاجه، وانا غير كنبكي. وغنحاولوا نرجعوا على الوقفه ديال ملي كيكون معك الحمد لله واحد السند، وكيكون معك واحد الراجل اللي هو ولد الناس كيوقف معك في اصعب المواقف ديالك. صراحه ما كانش كيخليني نهائيا نبقى بوحديتي، كان كيجي دغيا من الخدمه، ما كنجي انا فين نفيق وهكا نقد راسي حتى كيجي هو من الخدمه. صافي وكيدوز معايا داك النهار كامل ضحك وخروج ونشاط، نتفرجوا فشي حاجه. وهادي اون فوا كيشوفني صافي قلب ليا المورا ونجي لهنا نبقى نبكي، صافي كيحاول يخرجني. وهذا مهم الحمد لله كلشي تيفوت، كيبقاو غير الذكريات ديال الناس المزيانين اللي وقفوا معاك واللي عاشوا معاك هادشي كامل. الحمد لله على كل حال. مهم صراحه اكتئاب ديال الولاده صعيب بزاف، داز الحمد لله، داز الحمد لله فات. وهذا الشيء اللي كاين مورا ما من مورا ما فاتني شي شويه اكتئاب ديال الولاده، جاني واحد الميكروب مهم، وحده تشدك وحده تطلقك، دوزت لوحم صعيب. من موراها جاني اكتئاب الولاده حتى هو صعيب، ومن موراها جاني واحد الميكروب، في رجلي ما عرفتش كيفاش، حتى جاني نوض ليا واحد بحال حبوبه في رجلي كبيره، وكان خصني ضروري نمشي لاكلينيك باش ندير واحد لوبيراسيون. انا حامله وراكم عارفين اللي حامله ما خصهاش دير البنج وهذا مي الحمد لله داروا لي بنج غير موضعي وحيدوا لي داك الشيء اللي كان عندي. ما عرفتش انا كيفاش جاني، مي الطبيب قال لي بانه المراه الحامله كتكون عندها المناعه ناقصه بزاف، واي حاجه كتاثر فيها دغيا. يعني انا شي حاجه ما عرفتش، انا شكيت بانني قطعت ضفراني بنقص الضفار، واش انتقل ليا شي ميكروب ولا ما عرفتش كيفاش. مهم مي الحمد لله حتى هي فاتت، دوزتها بخير وعلى خير وبريت ودازت الحمد لله. جات الوقيته اللي غادي ندير فيها 7 شهور، صافي وصلت ل7 شهور. دابا هادشي كله فات، لوحم، اكتئاب، ميكروب، راه كلشي الحمد لله كيفوت، راه كلشي كيدوز، راه كيبقاو غير الذكريات الزوينه مع الناس زوينين، وحتى الذكريات الخايبه مع الناس الخايبين. وكتعقلي على اي حاجه اللي وقف معاك واللي ما وقفش معاك، راه كلشي كيبقى اونغيستري في دماغك. مهم من مورا هادشي كامل صافي جيت نفرح شي شويه براسي باش ننسى هادشي كامل. درت 7 شهور، درتها تقريبا في 7 شهور ونص، يعني في النص ديال 7 شهور درتها. صراحه دازت زوينه الحمد لله، داز كلشي بخير وعلى خير، فرحت براسي، حنيت. المهم انا هادشي كله اللي كنقول لكم راه غنبقى نحط لكم التصاورات من كل حاجه باش تشوفوا هادشي اللي كنعاود لكم عليه، وغندو زعما نحط لكم لحظات كاملين. صافي الحمد لله في هذيك البيريود اللي انا في 7 شهور ديالي كان كيجيني واحد الوجع خايب بزاف، كان كيشدني واحد الوجع من التحت، والوجع زعما تحت كرشي، وكان خطر بزاف وكان كيضرني بلا قياس. واضطريت اني نمشي عند الجينيكو ديالي، جينيكو ساره. مهم راه البنات اللي في تيك توك ولا ما عارفيني عاد من ولدت كاينه فاس. مهم كما قلت لكم دخلوا التيك توك ديالي، نعاود نحطوا لكم هنايا باش تشوفوا هادشي كامل اللي قلت لكم. ملي مشيت عندها ودارت ليا وتكونسلتيت وكلشي، قالت لي بانه راه تقدري انك تولدي ولاده مبكره، تقدري انك تولدي ولاده مبكره، يعني خصك تحاولي على راسك، تعطي راسك الراحه وهذه. وقالت لي ما خصكيش تمشي لدارك، حيت انا ديك الساعات هاد 7 شهور درتها في الدار ديال ماما، يعني عند ماما. وماما كانت ماما قريبه للطبيبه فين انا في فاس، قريبه ليها. قالت لي ما خصكيش تمشي لدارك، وانا داري بعيده على دار ماما تقريبا 3 سوايع ونص. قالت لي ما خصكيش تشدي الطريق في هذه الحاله اللي انت فيها، زعما وداك الوجع وداك الشيء حيتاش ريسك عليك. صافي انا قلتها حتى الراجل اللي قالت ليه كان معايا، قالت ليه ما تديهاش معاك، خليها وكا جاها شي وجع او جاتها شي حاله غتكون بعدا قريبه لا كلينيك، ماشي بحال الا ديتيها راه غادي تكون زعما بعيد بزاف باش انها غادي تجي. واخا هكاك انا ما سمعتش لهضرتها وجيت مع راجلي للدار، واخا ما كانش خصني نجي، وانا هذا غلط درتو. وانا كنصحكم اي حاجه قالها لكم الطبيب ديالكم سمعوها، اي حاجه كما كانت تجيك انت راه عادي، ولكن هو راه عارف علاش قالك ديك الهضره، حيت هو اللي متبع الحاله ديالك، هو اللي عارف حالتك كيفاش داير. انا واخا هكاك ما سمعتش لهضرتها وجيت مع راجلي للدار
وصافي وزاد عليا داك الوجع، بقى زعما داك الوجع بقى كيزيد كل شويه كل شويه كل شويه. جات واحد اللقطه اللي صافي جا شدني الوجع بزاف وكيبقى ينزل مني ما كتير بزاف، وتخلات كان كيسحبني واش السقيه اللي هذيك اللي طرطقات. وجات كوانسيدونس مع راجلي كانت عنده واحد الميسيون كان خصو يمشي ميسيون لواحد البلاصه على حساب الخدمه ديالو تقريبا شي 10 ايام، وانا ما كنبقاش بوحديتي في الدار منين هو كيمشي ميسيون شي بلاصه، واخا غير يومين ولا 3 ايام انا ما كنبقاش بوحدي في الدار كنمشي لدارنا. دونك كان خصني ضروري نمشي لدارنا على جوج ديال الاسباب، لان راجلي ما غاديش يكون معايا، والسبب الثاني اللي هو انه داك الوجع زاد كثر عليا بزاف. صافي داني راجلي لدارنا من مورا تقريبا 15 يوم تقريبا ولا اكثر ولا 20 يوم من مورا ما رجعت من 7 شهور تقريبا بحال هكا، من مورا ما دوزت 7 شهور وقالت لي الطبيبه ما تمشيش وجيت. المهم نتوما راكم فهمتوني. صافي مشيت لدارنا ديك الساعات مشيت صافي في خطره، حيتاش انا ملي قالت لي الطبيبه جلسي ما تمشيش جاتني بزاف باش انني نجلس 3 شهور تقريبا كامله في الدار، وعاد غادي نولد وعاد غادي نكس من مورا الولاده، جاتني بزاف باش انني نجلس هذا الوقت كامل. مي الحمد لله اضطريت انني مشيت فاش دخلت تقريبا في 8 شهور، دخلت في شهر 8 داكشي باش مشيت. صافي ديت حوايجي ديت كاع داكشي اللي غادي نحتاج، حوايجي داكشي اللي وجدت البيبي اللي وجدت لراسي، مهم ديت معايا رحيل كامل لدارنا وصلني راجلي لدارنا، رجع هو مشى لخدمته وانا بقيت في دارنا. بقيت الحمد لله دازت 8 شهور بخير وعلى خير، ما ولدتش الحمد لله قبل الوقت. دخلت 9 شهور بدينا في البريباراسيون ديال الاسبوع. انا داكشي اللي خاص بيا انا لباستي واللي خاص بالبيبي اي حاجه وجدتها تقريبا ملي كانت عندي 3 شهور. شي حوايج شريتهم قبل ما نعرف لو سكس ديال البيبي، يعني قبل ما نعرفوش عندي وليد ولا بنيه، شريت شي حوايج ومنين عرفت شنو عندي عاوتاني شريت. وهذه نصيحه ديروها البنات، غير تعرفوا راسكم زعما لي مامون اللي عارفين راسهم زعما دابا حاملات، سيروا شريو داكشي كامل اللي غتحتاجوا، حيت ملي غتقربوا تولدوا راه ما غاديش يبقى عندكم الخطر حتى شي حاجه، وغادي تثقلوا ما غاديش تقدروا تخرجوا تشريو حتى شي حاجه. راه زعما اللي كتقول حتى للثامن ولا التاسع ولا نقرب، من الاحسن شري كلشي قبل باش هكا ترتاحي ودوزي ديك زعما ديك البيريود الاخرى غير راحه وكونسنطراسيون باش انك تولدي بخير وعلى خير ان شاء الله. هادشي اللي كاين. صافي جات النهار ديال الانتظار، زعما الشهر ديال الانتظار اللي هو الشهر ديال التاسع. اون فوا كتدخلي في 9 شهور كتبقاي تسناي اليوم غنولد غدا غنولد، اليوم غنولد غدا غنولد. ايوا صافي بقيت جالسه كنتسنى، كان كيجيني واحد الوجع خاطر كنقول صافي اليوم هذا هو نهاري، اليوم غادي نولد. صافي ماما في داك التالي ولات حاطه الباليزه ديال حوايجي والسيكان والملايه وكلشي، اي داكشي اللي غندي معايا لاكلينيك حاطه حدا الباب باش ما تنسى حتى شي حاجه. تخيلوا السنطاره اي حاجه هي ميم اللبسه اللي غتلبس هي مع ماما شويه مسكينه ملي تكون هكا روينه ولا شي حاجه كتلف حاطه كلشي حدا الباب. وتخيلوا انا نهار اللي مشيت نولد ما دينا حتى شي حاجه من داكشي، كلشي موجود من نهار مشيت لدارنا، وانا نهار مشيت نولد ما دينا حتى شي حاجه من داكشي. المهم غنعاود لكم. صافي كان كيجيني الوجع خطر، كنقول اليوم غادي نولد ما كنولدش، غدا غنولد بعد غدا غنولد. والبنات اللي عارفين اللي متابعيني في تيك توك واللي كنت كندير معاهم لي لايف واللي عندي في جروب واتساب كلهم عارفين هذا الشيء هذا، وكانوا معايا في كاع هاد المراحل هذا. صراحه دوزنا ايامات زوينه بزاف. مهم صافي جا النهار اللي غادي نولد فيه. تخيلوا دابا انا داك الشهر التاسع كله كيجيني الحريق ديال الولاده، الحريق هنا مهم واحد الحريق عجيب. النهار اللي غادي نولد فيه ما ولدتش فيه بداك الحريق ديال الولاده، ولدت بطريقه اخرى، ولدت زعما بحريق اخر، ولدت بواحد الطريقه اللي ما كنتش ناويه غادي نولد فيها. وانا كنت باغا نولد نورمال، ما كنتش كاع باغا نولد سيزاريان نهائيا، ما كنت زعما دايرها في بالي. كنت كنقول انا غنولد نورمال، راه كيما قلت لكم البنات ديال تيك توك كلهم عارفين هذا الشيء. مي ما كتبش ولدت سيزاريان. مي نهار اللي كنت غادي نولد فيه ما ولدتش بهذاك الحريق اللي كان كيجيني. المهم انا غادي ندير لكم دابا بارت ثانيه باش غادي نعاود لكم فيها هادشي كامل، حيت دابا هذه بارت الاولى عاودت لكم على الحمانه ديالي كيفاش دازت، والبارت الثانيه غادي نعاود لكم على ولادتي كيفاش دازت باش ما يجيش الفيديو طويل.
المهم خليو لي ديروا لي ابوني وخليو لي شي كومونتير زوين وقولوا لي الفتره ديال اللحم ديالكم كيفاش دازت وعاودوا لي مهم على الاكسبيريونس نتوما ديالكم. ومهم خليو لي دي كومونتير زوينين وتهلاو في راسكم. المهم انا دابا غادي ندير لكم فيديو زعما بارت ثاني على الاخر، غنسجلوني دابا وغنمونطيهم وغنحطهم لكم واحد من مورا الاخر باش تقدروا هكا تفرجوا في بارت الاول على خاطركم وتفرجوا في بارت ثاني على خاطركم باش ما يجيش الفيديو طويل. تهلاو في راسكم.